السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي واحلى متابعين في الدنيا. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. اهلا بكم في قناتي مع اسماء فوده. يلا بقى النهارده هعمل لكم طريقة البوظة المصري بطريقة بسيطة وسهلة، وطبعا جربها، كل الاطفال هيحبوها. جربوها ومش هتندموا. اول حاجة بحط معايا كوباية دقيق زي ما انتم شايفين كده، وحط عليهم 3 كوبايات مية بنفس معيار الكوبايه. كوبايه واحده انا بعير بها كل المقادير بتاعتي. او كده يا حبايب قلبي، يبقى انا كده حطيت كوبايه دقيق و3 كوبايات ميه. بحط بقى معلقه نشا صغيره عشان يبقى ايه، انا عايزه بقى البوزه بتاعتي هشه كده والفوم بتاعها هشش وجميل، فلازم نحط معلقه نشا صغيره. معلقه نشا صغيره. بنزل بقى بنص كوبايه سكر. ده عايزه مثلا تزودوا السكر زودوا، ده طبعا بيبقى حسب الرغبه، بس انا عن نفسي بحط نص كوبايه صغيره. وزي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، ده كميه السكر اللي انا بحطها، نص كوبايه سكر صغيره، بتبقى تمام معايا وطعمها زي الفل. بولع عليها بقى النار كده على نار هاديه، وايدي بقى فيها تقليب بالمضرب اللي هو السلك العادي اليدوي. ولعت عليها البوتاجاز كده على نار هاديه، وايدي بقى فيها تقليب بالمضرب ده اللي هو اليدوي العادي خالص، مفيش اي مشكله. بفضل بقى ايدي فيها تقليب كده لحد ما مبقاش اي حاجه معايا متكتله، لان طبعا الحته دي ونشا، فبخلي بالي كويس، لازم بقلب كويس جدا عشان ما تبقاش في اي حته متكتله معايا. وايدي فيها تقليب لحد ما هي تتقل شويه، او الخليط بتاعي يتقل شويه، بتبقى داخله يعني مثلا سبق ممكن نكون مثلا ايه زي المهلبيه كده. اهم حاجه اللي انا ايه مسحش عليها، ويبقى ايدي فيها تقليب على طول على نار هاديه. حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده، ما بقاش فيها اي تكتلات وفكت خالص. طبعا الدقيق داب فيها خالص، ومعلقه النشا اللي انا حطاها. يا ريت بقى يا قمر لو بتكملي معايا الفيديو لحد دلوقتي، يا ريت تعملي لايك وشير للفيديو، وتشتركي في القناه وتفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. هتتقل معايا شويه وهوريها لكم. تتقل معايا بقى بحط بقى تكايه حلوه كده، هو كيس فانيليا، بيديها نكهه حلوه او بيديها ريحه حلوه، وطبعا الاطفال بيفرحوا بيها، وبتبقى ريحتها جميله جدا، وتخلي ايه بتضيف طبعا للبوزه بتاعتي. هو كيس بس او ظرف واحد كده، ما بزودش عن كده. يا حبايب قلبي تقلت معايا شويه زي ما انتم شايفين كده، ما بسيبهاش بقى تتقل عن كده. هو ده القوام اللي انا عايزاه، مش عايزاه تتقل ايه عن كده عشان تطلع هشه معايا وحلو. بس بسيبها بقى تبرد تماما قبل ما بضيف لها الخميره، بسيبها تبرد تماما وبعد كده بنضيف الخميره مع بعض. طبعا يا حبايبي معايا كوبايه ميه دافيه، بدفيها كده بسيط، وبحط عليها معلقه سكر صغيره عشان الخميره بتاعتي تتفاعل، لازم ايه لابد من معلقه السكر دي. وبعد كده بنزل عليها ايه بكيس الخميره زي ما انتم شايفين. اي كيس خميره متوفر عندكم بروح نازله عليه بالخميره وبقلبها كويس. انا دوبتها قوي يا جماعه زي ما انتم شايفين كده، وبنزل عليها على الخليط اللي انا عاملاه، بروح نازله بالكوبايه دي عليه. نزلت يا حبايبي بكوبايه الخميره زي ما انتم شايفين كده، بقلب تتجانس كده مع بعضها. قبل مثلا ممكن اضربها في الخلاط، او لو بمضرب كهربائي يبقى اسهل طبعا، وهي في الحله كده بضربها كده لحد ما ايه ما احس ان فيها فوم او عملت فوم زي ما انا هوريها لكم دلوقتي. ده بقى اللي احنا نضربها في الخلاط يا حبايبي عشان تعمل فوم او يكون لها وش كده حلو زي ما احنا ايه بنشتريها من بره. ما انتوا شايفين كده يا حبايبي، لما ضربتها في الخلاط شايفين الفوم عامل ازاي. فطبعا انا هصبها بقى او انزلها في شفشق اللي هو اللي انا هصب اللي هو بتاع العصير العادي دوت، وبخليها برده في المطبخ عادي في درجه حراره المطبخ لحد ما بتخمر خالص. وبعد كده لو عايزه ادخلها التلاجة بدخلها، يعني ممكن اسيبها تخمر من حوالي من ساعه لساعتين، مش اقل من كده. وبكده يا جماعه انا سبتها ساعتين زي ما انا قلت لكم، بس عشان للامانه انا كنت مغطياها برده بفوطه، يعني انا بغطي برده الشفشق بالغطا بتاعي. وممكن اللي انا عشان برده الجو برد شويه عن الاول بغطيها بفوطه. يعني بعد ساعه ونص او ساعتين شايفين ما شاء الله جميله ازاي، زي الجاهزه واحسن وانضف كمان. يا ريت بقى تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا الجرس على الكل عشان ان شاء الله يوصلكوا كل جديد، واشوفكم على خير.